ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسهل حلا على الاطلاق. عملت معاكم حلويات بارده كتير، ولكن النهارده هنعمل حلا سهل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اسمه تراب الملوك. وطبعا اسمه تراب الملوك وده يرجع لشكله زي ما حضراتكم هتشوفوا في الفيديو معانا النهارده. وطعمه حلو جدا جدا. وكمان الناس بقى الكسلانه والمبتدئين واللي عاوزين ياكلوا حلو ومش حابين يقفوا في المطبخ فتره طويله ومش بيحبوا وقفة الأفران، هيعملوه في وقت بسيط وبدون فرن ولا بيض، ومكوناته بسيطة موجودة في كل مطبخ. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا محمد عبد الجليل ودي قناتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنبتدي بطبقة البسكوت. أي نوع بسكوت عادي جدا متوفر عندك، سواء كان رخيص أو غالي هيمشي في الوصفة بتاعتنا. هنستخدم حوالي 220 جرام من البسكوت، هنحطه في الكبة بتاعتنا او في اي بروسيسور عندك عشان نقدر نطحنه، وهحط عليه اي نوع من انواع المكسرات. انا استخدمت هنا نص كوباية من الفول السوداني، ممكن تحطوا كاجو او عين جمل او اي مكسرات متوفرة عندكم في البيت، وممكن كمان تستغنوا عنها، لكن انا بحب اضيف المكسرات لانها بتعزز الطعم شوية. وببدأ اطحنهم لحد ما يبقى زي الرمل. هو ده شكل البسكوت، بيبقى زي الرمل بالظبط كده، عشان كده سموه تراب الملوك. دلوقتي هنجهز الطبقة التانية، ودي بتحتوي على الكريم شانتيه. هنحتاج كريم شانتيه ما يعادل 150 جرام، سواء كان عبوات او سايب، وهنضيف عليهم كوباية من اللبن الساقع، وضروري اللبن يكون ساقع يا جماعة، ولو متلج يبقى افضل. وهنضيف عليهم علبة من القشطة. علبة القشطة اللي معايا وزنها 100 جرام، العلبة العادية اللي بتتباع في أي سوبر ماركت أو أي محل بقالة. 100 جرام ممكن نستغنى عنها، لكن بتفرق فعلا في الطعم وفي القوام. عايزين تستغنوا عنها مفيش مشكلة. بعد كده أنا بضيف ربع معلقة صغيرة من الفانيليا عشان النكهة، وببدأ أضرب الكريم شانتيه بتاعي لحد ما يتماسك. أنا ببدأ بسرعة متوسطة، وبعد كده أنا بعلي السرعة واحدة واحدة لحد ما الكريم شانتيه يديني منقار كده، يعني لو رفعت المضرب لفوق يديني شكل المنقار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالظبط ده. بعد كده بنوزع الكريم شانتيه في أرضية الصينية، بنبدأ من الأطراف وبعد كده بندخل لجوه، سواء كان بقى هتوزعيها بكيس الحلواني او هتوزعيها بايديكي مفيش مشكله. وبعد ما بوزعها كده انا بستخدم السكيبر او بوزعها توزيع كويس بسباتيولا عشان اتاكد ان انا سديت كل الفراغات اللي موجوده معايا بين الكريم شانتيه وبين بعضه. بعد كده انا بحط طبقه من البسكوت فوق الكريم شانتيه، بحط فوقهم طبقه من البسكوت، ونفضل طبعا نحط طبقه من البسكوت وطبقه من الكريمه لحد ما نخلص الكميه كلها. قبل اخر طبقه انا بسوي طبقه البسكوت كويس عشان طبقه الكريمه تبقى مظبوطه معايا. ببدا اسويها بالسكيبر او الاسباتيولا كده، وبعد كده انا بضيف اخر طبقه من الكريم
شانتيه اللي معايا، وبحاول احط كميه كبيره او باقي الكميه كلها بحيث ان هي تطلع لحد اخر حرف الصينيه بتاعتي، وبسويها كويس وبدخلها التلاجة لمده ساعه، او ممكن تعمليها قبلها بيوم. بعد ما بتخرج بنزينها بالكاكاو الخام، او ممكن نزينها بالبسكوت المطحون، وممكن برضو ان احنا نقدمها سادة. حلاوتها يا جماعة في بساطتها، قد ايه بسيطة جدا، ومكوناتها سهلة وما بتاخدش وقت ولا شغل كتير ولا اي مجهود، وممكن تتعمل في اي وقت او اي مناسبة، وبيبقى فعلا شكلها حلو قدام الضيوف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.